وبقول لها تسلم ايدك وتسلم رجلك، ربنا يبارك لي فيكي وربنا يبارك في عمرك وفي صحتك، وربنا يجعلك يا رب من اسعد الناس يا رب، وربنا يحفظك بعينه التي لا تنام، اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. جاي لكم النهارده بقى بروتين يوم الجمعه، روتين تشجيعي وبسيط وعلى قد الايد. يعني الحمد لله. طبعا يوم الخميس احنا بنبقى مسحين بقى وفرشين شقتنا والدنيا نظيفه وجميله. في حبه حاجات انا اجلتها ليوم الجمعه، حاجات بسيطه يعني مش كتيره ولا زحمه قوي يعني، فالحمد لله انجزتها. يعني انا عايزه اقول لكم اصلا انا مجرد ما ببقى عايزه اتشجع بفتح الكاميرا واصور، بحس ان انا متشجعه بيكم، بحس ان لما بفتح الكاميرا واصور بحس ان ببقى كل طاقه وكل نشاط وكل تشجيع، ببقى حاسه بحماس جامد قوي. فدي حاجه حلوه انا بقيت احبها بصراحه، ويا رب يكون واصل لكم تشجيعي وحماسي ان انتوا لما تشوفوا الفيديو يعني حتى لو حاجه بسيطه بتفيدكم بس انتوا بتتشجعوا. على فكره فيديوهات الروتين دي بتبقى جميله قوي، يعني انا عن نفسي بجد بتشجعني جامد قوي. فيا رب تكونوا انتوا كمان زيي وان احنا نشجع بعضينا وناخد كده طاقه من بعض، طاقه حلوه طبعا اكيد. طبعا يوم الجمعه ده يوم جميل كله خير وكله بركه، واجمل حاجه فيه ان احنا نكثر من الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الصلاه على النبي بجد جميله قوي ومريحه. انا لما بكون شغاله في حاجه في المطبخ او بعمل اي حاجه في الشقه، لما بذكر الله واصلي على النبي بلاقي الحاجه بتبقى فيها بركه وبحس ان انا مرتاحه، مش حاسه ان انا متأزمه او متضايقه من حاجه. فبجد جميله قوي الحمد لله، ربنا يديمها نعمه يا رب، لان دي في حد ذاتها نعمه ان احنا نذكر الله دايما ومش غافلين عن ذكره. دي نعمه كبيره قوي، المفروض ان احنا نحمد ربنا عليها الحمد لله. عايزه اقول لكم بقى ان النهارده خطبه الجمعه كانت عن حاجه بقت منتشره جدا بين الازواج، ان كل مشكله صغيره تحصل في البيت تخرج بره، ده يروح يحكي لاصحابه ويحكي لاهله، هي برضو نفس النظام، عندها صاحبه تروح تحكي لها يا اما تروح تحكي لاهلها. ودي حاجه بقت يعني بقت منتشره جدا في كل البيوت، او يعني مش كل البيوت، معظم البيوت. وده طبعا غلط كبير، لان اسرار البيت المفروض تفضل جواه، مش تبقى في العلن قدام الناس وكل الناس تبقى عارفة حياتنا وعارفة مشاكلنا وعارفة دنيتنا وعارفة كل حاجة عننا. فدي بجد يعني دي عن تجربة شخصية يعني. ف يعني بجد بلاش، لو في اي حد بيسمعني او اي واحدة بتسمعني ما بتحصل مشكلة بينها وبين زوجها بتروح تحكي لوالدتها او والدها او حتى لو اختها صاحبتها، بلاش، لان اي مشكلة بين اتنين لو حد تالت عارفها هي خلاص كده المشكلة بقت كبيرة، لان ده هيروح يحكي لده وده هيروح يحكي لده والموضوع بقى خلاص ما بقتش مشكلة، بقت يعني بقت حديث يعني انت هتبقى سيرتك على كل لسان، ده شفتي مش عارف مين، ده جوزها عمل، ده جوزها سوى، ده هي قالت له كذا، ده هو قال لها كذا، خلاص الموضوع كبر. مع ان مشكلتك انت وجوزك ممكن تزعلوا مع بعض شوية ان شاء الله لو هتزعلوا فترة، بس الاسم انتوا عايشين في بيت واحد وعادي شوية وهتتصالحوا، ممكن على حاجة بسيطة تضحكوا تتصالحوا خلاص الموضوع خلص. انما مش شرط بقى ان احنا نروح نحكي ونكبر المواضيع لا بجد بلاش يا جماعة، دي يعني نصيحة لوجه الله بقولها لكم. يا رب كل بيت يكون فيه ستر ومودة ورحمة زي ما ربنا قال في كتابه الكريم يا رب. طبعا انا عارفة ان انتوا اساتذة في خلطة المحشي اكيد يعني. حاجة بس عايزة اقولها لكم ان انا الخلطة طبعا انا بديلها طماطم، فلفل احمر، فلفل اخضر، بصل، ثوم. اللي انا بقى بحطه لها لو انا عامله كوسه مثلا في اليوم ده، القلب بتاع الكوسه اللي انا بدل يعني مرميه، او في ناس بترميه، في ناس بتحطه في القعر بتاع الحله، لا انا بحطه مع الخلطه ذات نفسها بتاعه المحشي، هي بتبقى خلطه ني في ني، بس انا بفرم معاها قلب الكوسه، دي بتبقى خصوصا للناس اللي عندهم اطفال ما بيحبوش ياكلوا الكوسه او بيغلبوهم، او يعني بحس ان الاسم ان انا اكلته كوسه يعني، بس يعني ربنا يهديه كده وياكلها، بس يعني فدي معلومه انا حبيت اقولها لكم يعني. بصوا بقى، وانا كنت ناويه ان انا اعمل محشي ورق عنب وكوسه وفلفل
وكان عندي كرنب في الفريزر من الشتاء اللي فات، فقلت بما اننا خلاص داخلين على الشتاء فقلت اطلع بقى من الايه، من اللي متخزن. طلعته وعملته ولقيت الوقت جري بيا وكان خلاص بقى، فانا سويت اللي هو الكرنب، قلت اخلص يعني من الكرنب بيبقى سريع وكده، واخلي ورق العنب اعمله على رواقه. فكان بقى ايه سويته بقى ولقيت الوقت جري والريحه طلعت بقى وكده فاكلنا محشي الكرنب. وقلت بقى باذن الله ورق العنب يبقى لبكره بامر الله، بروتين بكره بقى ان شاء الله تشوفوه. بس بقولكوا ايه، كان زي العسل الحمد لله يعني، بجد كان جامد قوي وريحه كانت فايحه كده وايه، روايح الشتا كده. حاسه اني لما بشوف كده حله المحشي الكرنب كده والدخان طالع منها بحس ان احنا خلاص بقينا في الشتا رسمي، وانا طبعا من عشاق الشتا. في ناس بقى ايه اول ما الشتا يدخل حله العدس، لا انا عندي حله المحشي معلش. هنا بقى كانت مامتي حبيبتي ربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي فيها وفي عمرها يا رب، كانت نزلت بقى العتبة تشتري شوية حاجات يعني وكده، فايه جابت لي بقى معاها مغات علشان خاطر بعد الولادة بإذن الله وكده يعني. فانا بقى ما استنيتش، انا بصراحة شميت ريحة المغات اول ما جات لي، لقيتني بعمل على طول مج محترم منها. وطعمها بصراحة كان جامد منها يعني، من حد يعني معروف في العتبة، رجب العطار وكده، بصراحة عجبتني قوي. فانا طبعا من موقعي هذا بوجه لأم رسالة وبقول لها تسلم ايدك وتسلم رجلك، ربنا يبارك لي فيك وربنا يبارك في عمرك وفي صحتك، وربنا يجعلك يا رب من اسعد الناس يا رب، وربنا يحفظك بعينه التي لا تنام، اللهم امين يا رب العالمين.